السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي. النهارده فيديو جديد خالص خالص خالص. انا عندي هعمل صيانه للتلاجة. تمام. التلاجة عندي بتسرب ميه من تحت. التلاجة من هنا بتنزل ميه. تمام. فتحت لكم الباب اهو، بتنزل ميه من هنا اهو كده، وبلاقيها تحت في التلاجة. تمام. دي تالت مره اعملها فيها. باذن الله اعملها معاكم دلوقتي واوريها لكم تعمل ازاي. اول مره انا ما عملتهاش لوحدي، اول مره انا عملتها انا واختي، عشان كان برضو عندها نفس القصة دي، وجابت بتاع الصيانة وعملها لها برضو عملها لها كده يعني. فلما عرفت التلاجة بتاعتي كده اهوت، راحت قالت لي احنا هنعملها، فعملناها والحمد لله بقت كويسة. وعملت تاني هيت، فانا هعملها دلوقتي معاكم وهوريها لكم، عشان لو اللي عنده تلاجة عملت معاه كده يعرف يصلحها. نوري بس كده. حلو ماشي. بصوا، اول حاجة انا هشيل ده الزرار بتاع التلاجة اهو، هسايسه لغايه لما يخرج، هو سهل مش صعب. تاني حاجه انا هعرف الكليبسات بتاعه التلاجة جايه منين. يعني انا عندي مخرج اهو، في كليبس اهو، ادي علامه السهم دي، يعني هنا كده في كليبس اهو، وادي كليبس وادي كليبس وكليبس اهو. تمام كده. انا هاخد بقى الزوايا اللي هي فيها كليبسات دي وهمشي معاها كده. انا فكيت واحد اهو بايديا، مش بحاجه بس. تعالي صوري كده ايه من هنا كده. بصوا يا جماعه، هو سهل مش صعب، بس ايه اهم حاجه ان انت تركزي على موضوع الزوايا اللي انا قلتلك عليها دي، لان هي فيها كليبسات. هو عامل لك سهم على ان هنا في كليبسات. تمام كده. بس التلاجة انا فاصلها طبعا من قبليها بحوالي 3 ساعات، عشان انتوا ما ينفعش نكب فيها ميه. بصوا كده، انا خلعتها اهي اهي. كده انتوا عرفتوا انا خلعت ازاي. انا خلعت من عند الزوايا. تمام كده. دي بقى اهي، انا مش هكلعها، لان انا عندي هنا مكان دي اللي بننزل فيها الميه. التلاجة ديت مش مصري. تمام كده. دي توشيبا بس مش المصري. المكان اللي هننزل منه الميه اهو. دي المروحه اهي. تمام كده. ودي اللي هي بتاعت الترموستات اللي بتعلي وبتوطي. ماشي. وادي المروحه بتاعتها. لا احنا مش ملناش علاقه هنا خالص، احنا لينا هنا اهوت اللي هو المكان الفاضي ده اهو. ماشي. هتحطي ايديكي كده من هنا، هتلاقي فيه زي سلوك كده اهو. تمام كده. دي اللي هنكب فيها الميه. طبعا التلاجة ايه، بس التلاجة من عندي من هنا هتحطي ايديك هتلاقي سلوك، دي المكان اللي هينزل منها ميه. ركزوا يا جماعه بالله عليكم. تمام كده. ثواني بقى، انا هجيب لكم الميه اللي هي هننزلها فيها. ميه هتكون سخنه بس مش قوي. ثواني كده امسك. بصوا يا حبايبي، انا معايا ميه سخنه اهي. ماشي. بس مش ميه سخنه قوي، يعني ايدك تستحملها. تمام كده. انا فارده حته اهي في التلاجة اهي من تحت. ماشي. وماشيه تشرب الميه، وهاجي من هنا اهو وهكب الميه بتاعتي. الميه دي بقى بتسلك اي حاجه تحت في المواسير، لان اللي عامل كده طبعا اللي ممكن يكون ماسوره مسدوده ما بتنزلش، ما بتشربش الميه. بصوا كده يا حبايبي اهو. الميه تستحمليها، لان الميه اللي بتنزل المواسير ديت بتكون ازاز. بصوا الميه اهي تحت بتنزل في التلاجة اهي من تحت، من هنا اهي، من هنا من الفتحه دي. تمام كده. انا كده كبيت ازازه، هكب ازازه كمان. بصوا يا حبايبي، انا كبيت كده ازازه. تمام كده. وادي التانية.
الميه ما تكونش بتغلى، الله يبارك لكم. يعني الميه تكون تستحمليها ايدك، واول ما تبداي تكبي الميه بتكون الميه هاديه شويه، وبعد كده تسخنيها سن. بصوا كلها بتنزل تحت اهي. اي شوائب كانت فيها في التلاجة من جوه بتنزل مع المواسير. هو اللمبة ايه مش عارفة. هو احنا ما شلناش دي صح؟ بصوا حبايبي انا خلصت اهو خلاص. ماشي بصوا دي حاجات كانت بتنزل من التلاجة من جوه من المواسير طبعا. ماشي هنشف بقى التلاجة وهسيب التلاجة بتاعتي لمدة 3 ساعات تاني ما شغلهاش. ماشي كده هشغلها، ولما اشغلها اوريها لكم باذن الله. بس حبايبي انا كده خلصت اهو. هغطي اهوت معاكم اهي مكان الكليبسات برضو ركبتها من هنا وكده. هنزل بدي تحت كده، دي كده اتركبت اهو. حبايبي كده انا ركبتها اهي بايديا طبعا مش بحاجه. ماشي اهي. بس انت كنتي بتضغطي، المفروض ان انت بتركبي كده مكان الكليبس ومن الجناب ومن فوق بتجيبيها كده لبره شويه وبتروحي مركباها مكان الكليبسات. وادي دي اهي اللي انا خلعتها. هشوف العدله بتاعتها ازاي اهي. اهي بصوا حبايبي اهي كده انا ركبتها صح. اي ميه بقى نزلت من التلاجة من هنا انا نشفتها طبعا. ماشي في تسريبات بتحصل من هنا اهي مكان الميه اللي احنا حطيناها. نوري قلم هنا شويه. في تسريبات اهي. قربي ايه ايدك معلش اهي. كل الحاجات دي بقى طول ما انتي قاعده كده بتنشفيها 4 ساعات 3 ساعات تشغلي التلاجة باذن الله ان شاء الله هتتصلح ومش هيبقى فيها اي حاجه تاني. خلاص بقى انا انزل لكم الفيديو ده باذن الله وتشوفوه.